أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات بكرة أحلى. يلا بينا بسرعة ندخل على الحلقة. في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن إننا إزاي نقدر نتجنب الغرور، وإزاي نقدر نبقى متواضعين. في الحقيقة التكبر والغرور بيعتبروا من المشاعر اللي بيبقى صعب السيطرة عليها، وفي أطباء كتير اعتبروا الكبر والغرور نوع من أنواع المرض النفسي اللي ممكن يصيب الإنسان. الكبر والغرور والعظمة صفات من صفات الله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. الإنسان المغرور يا جماعة بيبقى زي الطائر، كل ما يطير ويعلى في السماء كل ما بيصغر في عيون الناس، والإنسان المتواضع دايما بيعلى ويزيد في عيون الناس، لأن التواضع دليل على الرفعة والسمو. لكن الإنسان المغرور نهايته دايما بتبقى الندم والذل والانكسار. واحنا في الحلقة دي هنقدم شوية نصايح هتساعدنا اننا ازاي نقدر نتجنب الغرور، وازاي نقدر نعيش واحنا متواضعين. النصيحة الأولى: انت مش شخص كامل. شعور الإنسان بالغرور والتكبر بيجي غالبا لما الإنسان بيكرم نفسه ويحس بإنه شخص مثالي، أو لما بيحس إنه شخص مفيهوش عيوب، وده طبعا بيبقى منافي لطبيعة الكون، لأن مفيش حد كامل غير ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده في البداية لازم الإنسان المتكبر يتخلى عن فكرة إنه شخص مثالي. لازم يعرف كويس إنه مهما كان متميز في عمل حاجة معينة، أو حتى لو كان هو أفضل واحد في العالم بيعمل الحاجة دي، فلازم يعرف كويس إن في حاجات تانية كتير ما يقدرش يعملها. خليك مميز في مجالك، بس اوعى تخلي التميز ده يزرع في قلبك الكبر والغرور. وتاني نصيحة بنقدمها: اعرف عيوبك. بدل ما تركز مع الناس وتنصب ليهم المحاكم على أخطائهم، ابدأ بنفسك الأول. التركيز مع الناس والبحث عن عيوبهم مش هيأثر على علاقاتك الاجتماعية وبس، ده هيحسس كل اللي حواليك بإنك بتقلل منهم. عدم التركيز مع نفسك وعدم معرفة عيوبك هيخلي عندك نوع من أنواع الجمود. طور من نفسك وصلح عيوبك، وخد بالك من تصرفاتك، وراقب طريقة تفكيرك وطريقة تعاملك مع الناس. والنصيحة التالتة: قدر اللي الناس عملته علشانك. انت مش عايش لوحدك. كل النجاح او التميز اللي انت ممكن تكون وصلت له ده مش نتيجة تعبك وبس، ده برضه نتيجة الدعم اللي ممكن يكون اتقدم لك، سواء من عيلتك او اصدقائك او حتى مدرسك. انت ممكن تكون قمت بالدور الكبير في النجاح اللي انت حققته، لكن ده مش معناه انك تنسى اللي الناس عملته علشانك، لانك من غيرهم ما كنتش ابدا هتقدر توصل للنجاح اللي انت وصلت له. وخليك دايما فاكر ان في ناس كتير بتتمنى يبقى في حياتهم صديق مخلص يقف جنبهم، او يبقى في حياتهم اب او ام بيدعموهم ويساندوهم. النصيحة الرابعة: اوعى تمدح نفسك. اوعى تتباهى بنجاحك او تميزك، اوعى تتباهى باي حاجة حلوة بتعملها. سيب كل حاجة هي اللي تتكلم عنك. خليك فاكر ان اغلب الناس ما بتحبش تسمع قصص التباهي والتكبر، ومهما كان النجاح العظيم اللي انت حققته فيكفيك بس انك تشوفه في عيون كل اللي حواليك. واعرف كويس ان الناس هتقدرك وتحترمك وتحبك لما يحسوا انك شخص متواضع، مش شخص مغرور او متكبر. وخامس نصيحة معانا: ما تقارنش نفسك باللي حواليك. كل شخص مختلف عن غيره، وكل شخص مميز عن غيره. عشان كده ما تحاولش تقارن نفسك بأي شخص مهما كان متميز. سعيك انك تكون الأفضل في كل شيء هيتقلب عليك، وهتتحول لشخص كل همه انه يحبط غيره ويقلل منهم ومن شأنهم،
عشان يحس إنه في مرتبة أعلى منهم. ولو استمريت على الوضع ده هيجيلك إحباط شديد، لأنك مش هتقدر توصل لقمة كل شيء. قدر مواهب غيرك ودعمهم على قد ما تقدر، وما تنساش تركز على مواهبك وتنميها. والنصيحة السادسة: اعتذر عن أخطائك. مفيش إنسان على وجه الأرض ما بيغلطش، لكن في ناس كتير بتكابر وبترفض تعترف بأخطائها في حق غيرهم. اوعى تبقى واحد منهم، واعرف كويس إن الاعتذار شجاعة مش ضعف وإهانة. وخليك فاكر إن الشخص اللي بيكابر وما بيعترفش بأخطائه هو شخص ضعيف الشخصية، ما عندوش الجراءة الكافية لتحمل مسؤولية خطأه. اعتذارك هيحافظ على علاقتك باللي حواليك، وهيحسس الناس اللي انت غلطت في حقهم انك بتقدرهم وبتحاول تحافظ عليهم، وبتحاول تحافظ على اللي بيربطك بيهم. وسابع وآخر نصيحة: اوعى تتكبر على طلب النصيحة. مين مننا ما بيحتاجش لخبرات الناس اللي أكبر منه في السن؟ مين ما بيحتاجش للناس اللي أكتر منه علم في مجال معين؟ وزي ما قلنا قبل كده، كل شخص متميز عن غيره في عمل شيء معين، ولو كان باستطاعتنا إننا نتميز في كل شيء ما كانش ربنا خلقنا جماعات وأمم متعاونة. عشان كده اوعى تتكبر على التعليم أبدا. كل شخص ممكن يكون عنده مميزات معينة أو مهارات معينة أو عنده علم معين يقدر يفيدك بيه مهما كان وضعه ومكانته. ده حتى أضعف الحشرات ربنا سبحانه وتعالى خلق فيها عبرة وعظة عشان نتعلم منها. فاوعى أبدا تحتقر أي مخلوق مهما كان حجمه. واعرف كويس إن التواضع سمة من سمات الأنبياء والعلماء، فكل ما عالي قدر الشخص وزاد علمه كل ما زاد تواضع وورع وخوف من إنه يظلم أي حد. مفيش ظلم يا جماعة أشد من التكبر والتجبر على خلق الله. خليك فاكر إن كلنا سواسية أمام الله، ومفيش حاجة هتنفعنا يوم القيامة إلا أعمالنا الكويسة. ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم قال في حديثه: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وأن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازم نعرف كويس إن اللي بيميزنا عن بعضنا مش أنسابنا ولا أعراقنا، لكن اللي بيميزنا هي الأعمال اللي قدمناها لله سبحانه وتعالى. وفي النهاية ربنا يحفظنا ويحفظكم من كل شيطان مريد وكل جبار عنيد، وينجينا وينجيكم من الكبر والغرور، ويكفينا ويكفيكم شر قول الزور وظلمة القبور. وبس كده وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. اوعوا تنسوا تعملوا لايك وشير واكتبوا تعليقاتكم يا جماعة، تعليقاتكم بتسعدنا. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة ياريت تشتركوا. مع السلامة ونشوفكم على خير.